السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم مسمن معمر بالخضرة. كيجي رائع بزاف، وكيجي خفيف وبحشوة اللي هي اقتصادية بزاف غير بالخضرة، ولكن كيجي منسم، كيجي لذيذ بزاف بحال دايرين فيه الكفتة اولا الدجاج. يعني كيجي بنين بزاف. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير اللي غادي نحتاجو في هذا المسمن هذا. عندي هنايا اول حاجة غادي نبدا بها هي العجينة. غنحتاج هنايا في العجينة نص كيلو ديال طحين الفورس وربعة ديال الفينو. هنا في الطحين ممكن لكم تدبلوا المقادير اولا القياس اللي بغيتو ديال كل واحد. عندي هنا الماء كيكون بارد، وعندي شويه ديال الملحه، وغادي نحتاج معها تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال العسل اولا معلقه صغيره ديال السكر، يعني اللي متوفر عندكم غادي ديروه. صافي هنا كنخلط الطحين مع الفينو، وغادي نضيف عليه شويه ديال الملحه القياس. كيف كتشوفوا هنا غادي نجيب معلقه صغيره ديال العسل. هاد العسل ولا السكر هو اللي كيخليه يعطي التحميره، كيجي المسمن ديالنا كيجي محمر، ومني كنكونوا تنطيبوه كيتحمر لينا مزيان. صافي هنا كنبدا كنخلط بالماء. الماء كيف قدنا بارد، حيت ما دايرين هنا لا خميره لا خماره لا حتى حاجه لا خل لا والو، غير هكا كيجي مسمن زوين، وما غنحتاجوش حتى ندلكوه بزاف، غير شويه. صافي هنا كنجمعو، وهنايا غادي نضيف انا شويه ديال الطحين حيت الكميه جاتني قليله بالنسبه ليا انايا. داكشي اللي بغيت ندير جاتني شويه قليله، تقريبا غنضيف واحد الكاس ديال الطحين ديال الفورس، يكون هي صغير ماشي كبير. صافي ممكن لكم تكتفيو غير بالكميه الاولى اللي عطيتكم. وهنا كنخلطو ثاني بشويه ديال الماء، كنجمعو غادي نخلطو مع العجينه ديالي. صافي غادي نستمر بحال هكا غير حتى ندخلو مع بعضياتهم، ما يبقاش هذاك الفرق باين. صافي ما كنحتاجش اننا ندلكوها بزاف. كيف كتشوفوا هنا ما كتجي لا قاصحه لا رطبه بزاف، كتجي في النص. هنا كنشدو بلاستيك غذائي وغادي ندهنو مزيان بالزيت، والعجينه هي كذلك ندهنوها بالزيت، وغادي نخليوها كترتاح. هذا هو السر باش العجينه ديالنا تجينا رطبه بزاف وتعطينا الطوع، وتجينا بحال دالكينها بزاف بزاف، يعني ما فيها لا تماره لا حتى حاجه. هنا غادي ندوزو هنايا للحشوه. عندي هنايا القرعه خضراء، خيزو والبصله حريف. ما كايناش بصله حريف غديروا البصله العاديه بطبيعه الحال. صافي هنايا خيزو غادي نديرو في الحكاكه الغليظه. كيف كتشوفوا غادي نحكو بحكاكه هكا غليظه، اولا ممكن لكم دوزوه في الطحانه الفرامه ديال الخضره بطبيعه الحال، ولكن هكا تيبقى احسن، تيبقى باين وكيجي في القياس ديالو، ما كيدوبش ما كي كيبقى باين اننا دايرين خيزو، باينين دايرين قريعه. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نحكو كامل في الحكاكه الغليظه كيف قلت لكم. وهادشي كله راه كيطيب، ما تيبقاش زعما درنا في حكاكه غليظه ما غيطيبش، لا دغيا كيطيب. القرعه هي كذلك ندوزو هكا في الحكاكه الغليظه، وغادي نديرهم كلهم غيطيبوا بدقه واحده، يعني ماشي تنشحروا البصله عاد نديرو عليها خضيره اولا نشحروا خضيره اللي هي الاولى. كلهم غادي نديرو في المقله تكون بارده بطبيعه الحال. مازال هنا ما شعلتش عليها العافيه، كنستفهم فيها من بعد عاد غادي نشعل عليها العافيه ونضيف عليها التوابل ونكملوا الفيديو ديالنا. هنا بصله حريف كنخليوها شويه، كنقطعها شويه كبيره حيت هي معروفه دغيا كتذوب، ماشي بحال البصله العاديه. البصله العاديه غادي نقطعوها باش تكون شويه رقيقه وصغيره. صافي حتى هي كنضيفوها معاهم. هنايا جبت شويه ديال الفلفله حتى هي، يعني ما بقاتش عندي طريه، جبتها من الكونجيلاتور ديجا احتفظت بها من قبل في اطار ديال تحضيرات رمضان. كيف كتعرفوا دابا راه ولا الثمن ديالها شويه طالع. هنايا عندي هنايا تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت البلديه غادي نضيفو عليهم. غادي نضيف الملحه على حسب الذوق ديال كل واحد. صافي في العطريه هنايا غادي نضيفو التحميره، تقريبا واحد معلقه ونص صغيره، ونص معلقه ديال الابزار. عندي هنايا عطريه ديال الكفته، غادي تلقاوها كتباع عند مالين اللي كيبيعوا العطريه، ولا عند مالين الحلويات تما كيبيعوها. هاد العطريه هادي زوينه بزاف، هي اللي كتعطي هذاك المذاق رائع بزاف. الا ما عندكمش غتكتفيو غير بالملحه والبزار والتحميره. ممكن لكم تضيفوا شويه ديال الازير وشويه ديال الكمون بطبيعه الحال، حتى هما كيعطيو مذاق زوين هذا المسمن هذا. الا ما عندكمش العطريه ديال الكفته. ونضيف هنا تقريبا واحد 4 معالق صغيره ديال الهريسه وقزبر ومعدنوس، قطعتهم بحال هكا تقريبا واحد الطبسيل صغير. وصافي هنا من بعد ما كتشحرينا مزيان كيف كتشوفوا راه كيبقى كل خضره باينه بوحدها. هذاك الشيء علاش كنحكوهم في الاول، تنحكوهم يكونوا غلاضين.
صافي الحشوه ديالنا من بعد ما كتكون طابت مزيان غنخليها هنايا تبرد تماما، ما غنديروهاش سخونه بطبيعه الحال غتقطع لنا العجينه. وهنا غادي ندوزو العجينه ديالنا غادي نكوروها بين ما بردات لينا الحشوه. كيف كتشوفوا العجينه كتجي رائعه بزاف، ما كتقطع ما حتى حاجه، لا في الخدمه ديالها لا في كل شيء. غتشوفوني غنبدا كنطلقها وكنعمرها راه ما كتقطع ليا ما حتى حاجه. خلينا تقريبا ارتاحت واحد الساعه. صافي هنا غنشكل على شكل ديال الكويرات اولا كريسات بحال هكا صغارين، وغادي ندهنهم بالزيت من طبيعه الحال. ضروري الزيت باش ما تشقش لينا العجينه، هي تشقات كتبقى تتقطع. صافي غنصبر بحال هكا حتى نكمل كاع المكورات اللي عندي. كنديرهم موينين، ما كنديرهم صغار ما كنديرهمش كبار تاني بزاف باش ما غاديش يعذبونا الا بغينا نهزو المسمن ديالنا. صافي هنا من بعد ما شكنا غادي نغطيهم هكا بلاستيك غذائي اولا سلوفان. انا كتجيني البلاستيك احسن حيت السلوفان تيبقى تيتلصق ما تيخلينيش نخدم مزيان على راحتي. كل واحد تيخدم على راحته كيف بغا. هنايا غادي نجيو للسطح ديال العمل بطبيعه الحال راه مغسول ومنقي مزيان، كيجيني رخام هو احسن في الخدمه، احسن زعما نديرو شي حاجه اخرى. صافي غادي نبداو كنطلقوه بحال هكا، كنديرو الزيت وكيف كتشوفوا كنطلقوه بالطرف ديال صباعتينا بحال هكا. كيف كتشوفوا العجين ديالنا جا زوين بزاف وعاطينا الطوع، ما كيتقطع ما حتى حاجه. هنا غادي نقسم الحشوه اللي عندي على عدد ديال المسمن اللي عندي. صافي كندير غير شويه ديال الزيت، ما كنديرش بزاف ما يجيناش ثاني المسمن ديالنا ميدم بزاف ولا يضرنا ولا شي حاجه. ممكن لكم ديروا عليه رشه ديال الزعتر حتى هو كيجي زوين فيه بزاف وما كيخليش داك المذاق ديال ماشي المذاق يعني ما كيخليش المسمن ديالنا يضرنا ولا شي حاجه. صافي هنا كنطيهم على هذا الشكل كيف كتشوفوا. غادي نعاود معكم وحده اخرى وغادي نجيب بلاستيك عاوتاني غذائي وغادي نحطو تمايا كندهنو وبقى كنحط فيه الملوي اللي عمرت اولا المسمن اللي عمرت باش كيرتاح شويه بين ما انا ساليت المسمنات كلهم اللي عندي. كيف كتشوفوا تبارك الله العجينه كتجي رائعه بزاف، ما كتعذبنا ما حتى حاجه في الخدمه ديالها، كتطلق كلها مزيان. وكنديروا غير شويه ديال الزيت عاوتاني كنديروا العماره انا كنديرها غير في الوسط ما كنديرهاش في الجناب، حيت ملي كنكونوا كنطلقوها اولا كنطيبوا المسمنه كتبقى تتشرك وكتخرج لينا تاني من الجناب بزاف. كنديرها غير في الوسط باش كتبقى لنا في بلاصه وحده وفين ما كاينه مسمن كتجينا عامره، حيت لا فرقنا على مسمنه كامله ما كتجيش الحشوه عامره وما كتجيش باينه كاع مره. صافي انا من بعد ما طلقتهم كاملين وخليتهم يرتاحوا شويه بين ما كملت الكويرات كاملين اللي عندي، غادي نجيب مقله هكا فاش غادي نخبز. غادي ندير فيها شويه ديال الزيت بطبيعه الحال وغادي نبدا كنرش هنايا المسمن ديالي كنخليه غير يتشمع، كنحطها كنخلي العافيه تكون متوسطه بطبيعه الحال ما تكونش مجهده وما تكونش ثاني ناقصه بزاف. كيبدا غير كيتشمع وكنبدا تنقلبو. المسمن الا بغيتو يجيكم زوين يجيكم مرق ويجيكم هكا يا خاوي من الداخل غادي تبقاو كل مره كتقلبوه ما تخليوه حتى كيتحمر اولا بزاف من واحد الجهه. كنبقاو هكا كل مره كنقلبوه باش كيجينا تاني محمر. كيف كتشوفوا راه كيبدا كيتنفخ حيت العجينه عندنا زوينه بطبيعه الحال. صافي تنبقى هكا تنرشو غير بشويه ديال الزيت يجي خفيف وكنبقى هكا تنخبزهم كاملين نكملهم كاملين. ضروري تجربوا هذا المسمن هذا غادي يولي معتمد عندكم. الا بغيتو تخبيوه في الكونجيلاتور بهذه الطريقه غتخليوه غير غتشمعوه من 2 جوايه صافي وغادي تخليوه ما غاديش تحمروه بحال هكا، حيت ملي غنبيو سخنو بطبيعه الحال راه غادي تزيد يتحمر. صافي وهنا من بعد ما كنطيبهم كنحلهم بحال هكا كيف كتشوفوا كنضربهم بحال هكا باش كيجي محلول وكيجي خفيف وكيجي زوين بزاف هذا المسمن هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. كيف كتشوفوا باقي سخون بزاف يهز القيصه وتيحرقني. كنحاول نوريكم المسمنه كيفاش كتجي عامره بزاف كيف كتشوفوا الحشوه وكيجي مورق. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خبزناهم كاملين وخليتهم هنا حتى بردوا باش غنوريكم كيفاش كيجي من الداخل. كيف قلت لكم ملي كنديروا الحشوه في الوسط كتجي باينه وكتجي زوينه هكاك، يعني كتعضوا كتلقاو العجينه وكتلقاو الحشوه. نتمنى ان شاء الله هذا المسمن هذا يعجبكم وتجربوه ونتلاقاو في فيديو اخر جديد. الا عندكم اي افكار بغيتو نديرها معكم ديال شهيوه ديال رمضان ان شاء الله خليهم لي في التعاليق ونتلاقاو في فيديو اخر جديد. بسلامه.